اهلا وسهلا ومرحبا بيكم في قناتي فرش عرايس للسويسة. معاكم ايتن عبدو. تعالوا النهارده نتفرج مع بعض على شقة عروسة جديدة، وعايزين اول ما ندخل من باب شقة عروستنا وعريسنا نقول ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يهني العروسين يا رب في حياتهم ويرزقهم السعادة والفرح والهنا، ورزقهم قادر يا كريم يا رب بالذرية الصالحة. اعذروني على تأخيري دايما والله غصب عني، اكيد واضح من صوتي ان انا كنت تعبانة ومريت بظروف صحية بغض النظر أصلا عن البرد اللي كان عندي الفترة اللي فاتت والدوخة وسخونية، حاجات كده مش لطيفة. رجلي ورمت وكان بقالي فترة مكنتش قادرة أقف على رجلي خالص، حتى الشغل مكنتش قادرة أنزله، كنت بنزل بصعوبة. فطلعت من حاجة لحاجة، الحمد لله. يعني دلوقتي بقيت أحسن الحمد لله. عذرا بقى للناس اللي كتير اللي كانت بتخش تسأل عليا في الكومنتات، بجد شكرا ليكم جدا، وكنت بقرا كومنتاتكم وكنت ببقى سعيدة بيها. ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. حبيت ارجع لكم النهارده بشقة خفيفة كده ان شاء الله تنال اعجابكم. شقة عروستنا دي ربنا يا رب يبارك لها في حياتها ويرزقها بالخير دايما يا رب. ادعوا بالله عليكم دعوة حلوة. هنبدأ الاول مع بعض بالريسبشن. زي ما انتم شايفين الريسبشن مكون من نيش، والمكتبة اللي موجود عليها الشاشة، ومقابل ليهم موجود الانتريه، ومقابل النيش نفسه موجود الجزامة. هنا في اول رف في النيش حطيت لها طقم شربات، وحطيت معاه طقمين كاسات. حاولت ان انا ادرج الحاجه، يعني الكاسات تبقى بمستوى اعلى شويه لان المسافات بين الرفوف كبيره جدا ما شاء الله، فحبيت ان انا على قد ما اقدر ان انا اشغل الفراغ اللي فوق. تاني رف هنا حطيت لها طقم الشاي والجاتوه، دخلت معاه طقم قهوه على صينيه جولد كده، دخلت معاه طقم كاسات. اما هنا حطيت الطقم الصيني، او حطيت جزء من الطقم الصيني طبعا، والباقي رصيته لها في الادراج. ولو وصلتوا للجزء ده معايا من الفيديو، اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تنوروني في قناتي، علشان يوصل لكم كل ما هو جديد من شغلي. لايكاتكم وكومنتاتكم دي بتفرق جدا معايا نفسيا، وتفرق كمان طبعا في القناة عشان ترجع تشتغل تاني. انا بقالي بتاع حوالي شهر وشوية منزلتش اي حاجة على قناتي، وحاولت مرارا وتكرارا والله بس فعلا ما كنتش قادرة. هنا معانا بقى الانتريه بتاع الريسبشن، ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. ودي الجزامة قد ايه كان شكلها بسيط ورقيق وما فيهاش اي مبالغة. كان عليها مراية كده فيها شغل CNC لطيف كده برضو شكله بسيط. حاطين هنا شجرة كده جنب الانتريه، بين الانتريه وبين الجزامة. الترابيزة اللي كان خاصة بالانتريه حطيت عليها فازة، وحطيت عليها بونبونيرة، وحطينا عليها كمان شايلة الكحك. حطيت عليها المفرش بالشكل ده، حاولت ألم الجناب بتاعته بشكل بسيط. وده كان شكل الانتريه، كانت الوانه هاديه جدا، لونه داخل بين الكحلي والاوف وايت الفاتح او الكريمي. وفكره الساعه اللي هي اللي بتتلزق دي لوحدها، كل حاجه كل قطعه بتتلزق لوحدها، برضو فكرتها لطيفه ومديها شيكه برضو للمكان عندها. تمام، قولولي كده ايه رايكم في فكره الطوق بتاع باب الشقه. انا جبت زي ريشه الطاووس كده، بس الريشه نفسها لونها ذهبي، ودخلت معاها قطعه من ريشه الطاووس نفسها، وريش الطاووس خليتها كده نازله منه في الجناب. واعتمدت اصلا على بقية الشقة او تزيين الابواب بتاعة الشقة على فكرة برضو ريش الطاووس مع القطع الجلد. دلوقتي هندخل مع بعض على المطبخ، والمطبخ صغير فحاولت قدر من المستطاع ان انا الم لها حاجات. طبعا هما مكانوش عايزين يخلوا اي حاجة برا خالص او يشيلوا حاجة، فحاولت على قد ما اقدر ان انا والله الم لها حاجتها جوه الظرف بتاعة المطبخ. تعالوا نتفرج مع بعض على ظرف المطبخ ونشوف احنا لمينا مع بعض الحاجة ازاي. بس مبدئيا على رخامة زي ما انتم شايفين حاطط لها الفرن، وحطيت التوابل واطقم التوزيع واطقم الشاي والقهوة والسكر جنبها الكاتل، وعلقت لها طبعا الكاسات اللي هتستخدمها على الستاند اللي موجود على المطبخ من بره. المفروض ان دي كانت وحدة تبقى مقفولة، هو عاملها لها مفتوحة. انا مش قادرة افهم ليه ومش معمولة الهدف ان يتحط فيها الفرن. وانا قلت لها بصراحة احنا لو حطينا فيها الفرن انا محتاجة الوحدة دي الم فيها حاجات، يعني انا ما عنديش وحدات كتير فوق، فانا اولى ان انا الم حاجة جوه الوحدة اللي موجودة فوق. فلمينا فيها الاجهزة، يمكن دي الحاجة اللي مقبولة الى حد ما ان هي تكون موجودة في ظرفة مفتوحة، وهي فيما بعد ان شاء الله تعمل لها ظرفة مقفولة. حطت لها هنا اسطواني لتقديم منها للضيوف على التربو اللي في اول المطبخ. تمام، تعالوا بقى نفتح وحدات المطبخ ونتفرج عليها. زي ما انتم شايفين هنا حطيت لها الكيتشن ماشين كامل بقطعه، حتى
الحافظ الحراري ده ما كانش برضو فيه ليه مكان اللي هو الترمس بتاع الشاي، فاضطريت ان انا احطه هنا. هنا حطيت لها بقى الكاسات الخاصة بتقديم الضيوف، وراها حطيت طقم السمك، وحطيت جنبها كمان كاسات تانية وكوبايات فوق. حطيت لها طقم الشربات ودخلت معاه كوبايات. هنا حطيت لها بقية اطقم العشاء، يعني هنا حط لها ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، او اطقم الاطباق حط لها طقمين في المطبقية، فدول بقية الطقمين دمجتهم مع بعض في ضرفة واحدة علشان اقدر الم بقية حاجاتها. هنا بقى حطيت لها البولات الأمورة دي كده، كان شكلها حلو اوي ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. رصيتها لها بالشكل ده كده مع البولات بتاعة الايس كريم او الخشاف، وحطيت معاها اطقم كوبايات، طقم كوبايات ملون برضو باللون الاخضر، حطيته كده في الخلفية من ورا. هنا حطيت لها كل الكاسات اللي لونها ازرق مع بعض في النص، وفي الجناب حطيت لها الكاسات اللي لونها موف غامق او بتنجاني غامق، حطيتها كده في الجناب تحدد اللون يعني. طبعا هنا الرفايع، كل لما طبعا ما بلم حاجة، اغلب العرايس يعني لو عروسة هفنش لها ببقى خلاص رصيت الرفايع رصة معينة، فبرجع بلاقيهم اي حاجة بيلاقوها بيحتفوها جوه الدرج. هنا حطيت لها جزء من البلاستيكات والمصافي الاستانلس، كنت افضل ان حتى لو الضرفة دي صغيرة كانت يبقى فيها رف حتى يتلم عليه الحاجة متقسمة. هنا الضرفة دي حطيت لها فيها طقمين الحلل، حاولت قدر من المستطاع ان انا الم الحاجة. تحت هنا برضو حط لها صواني الفرن والطاسات والقوالب، وكمان البراد والكنك، كل الحاجات اللي ممكن تحتاجها حاولت على قد ما اقدر برضو ان انا المها لها في الظرف. طبعا الظرف كانت برضو مش مساعداني اوي ان انا الم حاجات كتير. هنا بقى حطت لها البلاستيكات، اطباق البلاستيك وعلب التلاجة، وفي الدرج طبعا اللي فوقيه محطوط بقية الرفايع. تمام، المفروض ان دي الوحدات اللي موجودة معايا من تحت. طبعا الحاجات اللي من تحت بتبقى ما شاء الله حاجات كبيرة، فبتبقى محتاجة برضو الى حد ما مساحة عشان تتوزع بارتياح. طبعا في حلل هي شالتها، يعني مش كل الحلل اللي عندها اتحطت. اهلها كانوا عصفورين جدا وانا حبيتهم خالص، كنا قاعدين بنهزر مع بعض طول اليوم وننكش في بعض. في حاجة معينة كانت مرتبطة في خالتها، وقلت لها انا والله بصي انا هفضحك في الفيديوهات وهعرف الناس حقيقتك. فكنا طول الوقت قاعدين بنهزر مع بعض، هي نفسها كانت مستنية اصلا تشوف انا هقول عليها ايه في الفيديوهات يعني، بس انا نفسي نسيت من كتر ما بقاله الفيديو معايا فترة طويلة. نسيت والله، بس هي حظها معايا ان حطيت لها الاطباق اللي هي تستخدمها، حطيت لها طقمين اطباق، وحطيت تحت بقى طبعا كوبايه ميه، كوبايه عصير، كوبايه شاي، كوبايه قهوه، الحاجات العاديه اللي احنا دايما بنستخدمها، اللي المفروض دايما تكون في المطبخ. في جنبي هنا حطيت لها كاسات، وحطيت معاها كوبايات، فوق حطيت لها طقم عشا شقلبناه فوق بعض عشان يتلم في الضرفه دي. طبعا كله موجود فوق بعضه، الطبقين اللي كانوا زياده حطيتهم في الجناب، برضو في الجناب حطيت كوبايات، حاولت على قد ما اقدر ما اسيبلهاش حته ما استغلهاش. طبعا دي المكان الخاص بالغساله، حطينا فوقيه الاطباق بتاعه الغسيل وكمان الادوات بتاعه التنظيف، بحيث ان احنا يبقى المكان ده هو خاص بالغسيل، بس طبعا هي هتنشر في مكان تاني. كده المطبخ معانا خلص، هندخل دلوقتي على الغرفة، الطرقة بتاعة الغرف. عجبتني اوي فكرة ان السجادة معمولة بيضاوية. دي بقى الابواب بتاعة الغرف، تعالوا اوريكم انا عملت عليها ايه. برضو حطيت عليها تل، بما ان الباب الازاز ده ما بقاش ليه حل تاني غير كده، افضل حاجة ان انا احط عليه تل، فحطيت عليه تل ولميته من الجناب كده في النص ب كان زي فرع جولد كده وفرع ريش طاووس، برضو دخلت معاه وردة اوف وايت بفروع خضرا بسيطة. كنت مبسوطة جدا بالشغل اللي انا عملته لها على الابواب، اذا كان ابواب الغرف ولا ابواب باب الشقة يعني. كنت مبسوطة جدا بيهم حتى وانا جايباهم معايا، وبحاول اتخيل الفكرة كنت فرحانة. هنا معانا بقى غرفة النوم، ما شاء الله يعني مساحة الشقة مش كبيرة قوي، والغرفة نفسها فيها تفاصيل كتير ما شاء الله، زي كان الكومود فيها بانكت، فيها برضو زي قطع زي دولاب الفضية كده بيتحط فيها الميك اب والحاجة. فطبعا ما كانش فيه مكان تاني يتحط فيه حاجة غير في الأماكن اللي انتوا شايفينها دي، عشان محدش بتقول إن الغرفة كبيرة على مساحة العفش، مساحة الغرفة نفسها، يعني العفش كبير على مساحة الغرفة نفسها. هم عارفين ده كويس قوي، فهو ده بالنسبة لهم مناسب لحاجاتها والحاجات العروسة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كانتش قليلة. أنا جيت الحاجة كانت كلها أصلا متفتحة، والشقة دي أنا فرشتها لوحدي.
يعني مش معايا، ما كانش معايا مساعدة ساعتها يوم ما كنت بفرش لها الشقة دي. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، كانت حاجاتها كتير، وهم بصراحة كانوا منضفين الشقة ومخلينها زي الفل. كانش فيه ورقة ولا كرتونة في الشقة، كل حاجة مفتوحة ومحطوطة بنظام بحيث ان انا اقدر ان انا افرشها بسلاسة. دي التسريحة بتاعتها، عندها هنا زي ظرف كده مفتوحة من فوق. رصيت لها فيها بعض الميك اب، والناحية التانية رصيت فيها اكسسوارات نضاراتها وساعاتها وحاجاتها. ورصيت لها برضو البرفانات، جزء بسيط من البرفانات والميك اب على التسريحة، والباقي طبعا محطوط معانا في ضرفة النيش او الضرفة الفضية دي. اوكي، هي متنجدة من ورا كده كابتونيه. كان عندها الريش دي كانت موجودة في قطعة بتاعت صينية الشبكة، فحطيتها لها كده من فوق تشغل الفراغ اللي فوق، تدي شكل، وشكلها كان لطيف على فكرة. حطيت لها فيها بقى هنا البرفانات بتاعتها والميك اب والكريمات والبادي سبلاش وكل بقى الحاجات الخاصة بالعروسة والعريس، رصتها لهم في الوحدة دي. اما هنا الضرفة اللي فيها المفروشات بتاعت الدولاب، زي ما انتم معتادين مني دايما انا بحب احط المفروشات الخاصة بغرفة النوم جوه دولاب غرفة النوم. المفروشات الخاصة بدولاب غرفة الأطفال بحطها في الأطفال، وبكمل بقية المفروشات اللي طالعة من النوم عليه. فهنا أنا يعتبر حطيت لها كل المفروشات الخاصة بغرفة النوم، إذا كان ملايات، فوط، لحفة، كوفرتات، دفايات، كله حاولت ان انا احطه. هنا الاسد حطيت لها عليه فرو كده، نفس الفرو اللي انا حطاه على اللحاف اللي تحت. اما هنا حاطه لها الملايات بتاعتها وحاطه لها جنبها كوفرته، الناحيه التانية حاطه جنبها الفوط، جنب حاطه فيه اللي هو الاستراس الاوف وايت الفاتح خالص اللي عامل زي فتافيت السكر كده، والناحيه التانية حاطه فيها الفرو. هنا البطانيه عملت عليها شغل يعني زي فرع كده اخضر بسيط، وهنا حطيت الكوفرته وعملت عليها فيونكة ولميتها كده من الجنبين بالكياس بتاعتها نفسها. وده كان الشكل العام للفرش بتاع الدولاب. حاولت ما شاء الله ان انا الملها يعني مفروشاتها، الله اكبر ربنا يبارك يا رب، كانت المفروشات كتير، وحاولت على قد ما اقدر ان انا انسقها يعني في الدولاب بشكل كويس. طبعا هنا البانكت موجود فيه شنط، موجود فيه برضو بعض الحاجات اللي هي ممكن تستخدمها اذا كان فوط او يعني ملايات، حاجات ممكن تحتاجها حطيتها لها في البانكت مع الشنط بتاعتها. تعالوا بقى نفتح غرفة الأطفال ونتفرج عليها. نفس التزيين اللي موجود على الباب التاني هو نفس التزيين طبعا اللي موجود على الباب ده، بما ان البابين قريبين لبعض جدا. ده شكل غرفة الأطفال ربنا يبارك يا رب. ومعمول هنا سريرين، سرير متر، ومحطوط في النص هنا كومود. مش فاكرة والله السرير كان متر ولا متر وعشرين، بس غالبا كان متر لأن الغرفة دي صغيرة. حتى اللي كان فيه غلطة في المخدات، فكان بعت لها الخداديات حجمها أكبر من السرير نفسه، المفروض ان المخدات دي كانت تتبدل. تمام، ده كده شكل الكومود. والستاير ده مجابين الستاير السادة مع الستاير اللي هي فيها شغل بسيط. تعالوا بقى نتفرج على دولاب الأطفال ونشوف احنا فرشنا لها فيه ايه. للعلم الدولاب صغير، وزي ما قلت لكم ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله الحاجات كتير. برضه حاولت قدر من المستطاع ان انا اظهر لها حاجاتها في نفس الوقت المها يعني. تعالوا نتفرج مع بعض كده على الدولاب. فأول رف فوق هنا حطيت لها الكوفرتات بتاعة الأطفال، وفي نصهم ملايات، وزينت بعض الفوط البسيطة. حطيت لها هنا الشراشيب دي اللي هي بتبقى نازلة من شريطة كده ملونة. أما هنا حطيت لها ملايات في الجنبين، وفي النص حطيت لها بعض الفوط من الفوط اللي هي فيها أشكال. هنا برضو كملت لها بقية الملايات، عجبتني الملاية دي جدا. كانت جايباها من أختها اللي كانت جايباها لها. خامتها اكتر من رائع بجد، تحفه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. دي انا وقفت عندها اصلا يعني وانا بفرشها، قلت لها انت جايباها منين، لان خامتها حلوه جدا. هي قطيفه بس خامتها عاليه الله اكبر. اما لحفه الاطفال فظهرت لها الجنب الازرق لحاف، والتاني اللي هو الجنب اللي شبه الفرو ظهرته برضو، يبقى ظهرت لها الجنبين كل جنب عملته بشكل مختلف. تعالوا كده نفتح الضرفة التانية معانا ونشوف احنا حطينا للعروسة ايه. طبعا تحت اللبس هنا كنت لازم استغل المكان ان كان فيه لسه مفروشات ما شاء الله متحطتش، فحطيت لها هنا بطانية ودفاية، وكمان بطانية تانية ومعاها بعض الدفايات. الضرفة طبعا بقيت الضرفة فوق كان على الرف اللي فوق كان فيه لبس الشتوي البيتي
بقية اللبس يعني. وكمان على الشماعة حاطينه اللبس الشتوي بان احنا في صيف، فطبعا العروسة مش بتحتاج قوي اللبس الشتوي او مش بتحتاجه اصلا في الفترة دي طبعا يعني. تعالوا بقى نتفرج مع بعض على اخر حاجة معانا وهي التويلت. اتمنى تدعوا على العروسة دعوة حلوة ان ربنا يبارك لها في حياتها ويرزقها بالخير يا رب، ويكون الفيديو مش تقيل عليكم ويكون لطيف يعني. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تنوروني في قناتي علشان يوصلكوا كل ما هو جديد من شغلي. كان معاكم أيتن عبدو صاحبة قناة فرش عرايس للسويسة. السلام عليكم.